عالسلامة ومرحبا بكم ناس الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توا وقت الخوخ. اليوم إن شاء الله مش نعملوا معجون الخوخ، حاجة دياري نعملوها لصغارنا خير من نشيوه من برا. أنا صغاري يحبوه معجون الخوخ، هذاك علاش اليوم إن شاء الله باش نعمل معجون الخوخ بطريقة بسيطة ما يشدناش برشا وقت. نبداو على بركة الله. خديت كيلو ونص خوخ باش نحيلو القلوب نتاعو ونقشرو. قلت باش كي نقشرو نحيلو القلوب يقعد لنا كيلو، حاجتي بكيلو. نحيلو القشرة نتاعو نقطعهم توا طروف جويدة. هذا الخوخ قطعته كما تشوفوا طروف جويدة. وتوا باش نصبوه ونحط معاه السكر 500 غرام سكر عادي. وتوا باش نغطيه ونحطه في الفريجيدير ليلة كاملة. وبعد نخليه ليلة كاملة. شوفوا كيفاش سايب الماء نتاعو والسكر ذاب. نحط له مغرفة كبيرة قارص عصرتها، ساشي سكر فانيل، عطينا نكهة بنينة المعجون نتاعنا. نحطو توا في الكاسرونة، نحطو توا يطيب على النار. حطيتو توا يطيب، نحطوه من اللول على نار عادية قوية شوية باش نعسو على الكشكوشة. مخلوش الكشكوشة تطلع، كشكوشة يلزمنا نحيوها باش المعجون نتاعنا يصبرلنا أكثر. توا عملنا الكشكوشة باش نقعدو نحيو الكشكوشة. نشوفو كيفاش من اللول يطلعلنا كشكوشة برشا. خليته يطيب كي تنحات الكشكوشة وقعدت نقعدو نحركو منغطيوشو. يعني تغطيوه الفوزلكم، نقصلو شوية في النار ونخليه قريب يطيب. نقعد نرص عليه. وتوا كيفاش نعرفوه طاب شيح من الماء اللي فيه والماء نتاع السكر. الخوخ نتاعنا طاب. كيفاش نعرفوه طاب؟ نحطو شوية على المغرفة وننزلو عليها. شوفوا كيفاش طيب. فما شكون يخليه هكا طروف المعجون، وفما شكون يرحيه. انا باش نطفي عليه توا ونحط نرحيه. معجون نحضر جاي ما شاء الله، ذقته بنين برشا. شوفوا كيفاش خاطر القوام نتاعو جاني كيما نحبه. عندي حكة معقمة صبيت فيها المعجون وهو سخون. وتوا باش نغطيه في الفرن باش ميدخلوش الهواء. هذا هو معجون نحضر. وتوا نقولكم تاكلوا صحة وبشفاء. وكان عجبكم الفيديو ابونيو وجيم وبسلامة.